مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نشارك معاكم السلو او الصفوف المغربي على طريقتي، كيجي بها بنين بزاف ومقرمش. ضروري تجربوا الطريقة ديالي حيت متأكدة غادي يعجبكم، واهم حاجة انه ناجح 100%. فكل وحده فينا وطريقتها، وكل وحده وكيفاش كيعجبها السلو. كاين اللي كيعجبها يكون مجموع او لا معجن وطلق الزيت ديالو، وكاين اللي كيعجبها يكون مرمل. فاليوم غنشارك معكم طريقتي، كنتمنى انها تعجبكم ونبداو على بركة الله. ولا كنتوا اول مره كتشوفوني فمرحبا بكم في القناه، اشتركوا باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات. واول حاجه هنا عندي 2 كيلو ديال الدقيق، فيها كيلو ديال الدقيق الابيض وكيلو ديال الدقيق الكامل اللي غربلته مزيان من النخاله ديالو، عاد حمرته. من بعد ما حمرته عاوتاني طحنته وغربلته باش ما يجينيش حرش في سلو. كيلو ديال الإلان محمر ومطحون مزيان حتى ولا بحال الدقيق، وغربلته 2 مرات بالغربال للرقيق باش ما يجيكمش حرش في سلو. وضروري مؤكد انكم تغربلوه مزيان. كيلو ديال اللوز اللي محمر ومطحون على هذا الشكل، ما طحنوش مزيان باش يجيكم السلو مقرمش. وكيلو ديال كاوكاو اللي قليته وطحنته على هذا الشكل باش تكون القرمشه في السلو. 6 معالق ديال القرفه و7 المعالق ديال النافع وحبه حلاوه اللي مطحونين. نص كيلو ديال الزنجلان اللي محمر وما مطحونش، وكنخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم. من بعد كنزيد اولا زدت نص كيلو ديال الكاوكاو مقلي في الزيت ومطحون على هذا الشكل. المجموع عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو. هنا ضفت الكوزه والمسكه الحره، وخديت كيلو مخلط ديال الكاوكاو واللوز مقليين وزنجلان محمر اللي طحنتهم مزيان حتى ولاو على شكل املو اولا بخاليني. كنبقى نطحن فيهم مزيان حتى كيطلقوا الزيت ديالهم ويوليو على هذا الشكل. وبهذه الطريقه ما غتحتاجوش تضيفوا الزيوت اولا الزبده بزاف. صافي وكنبدا نخلط في سلو، وكنضيف السكر. بالنسبه للسكر كنضيف 4 ديال السكر كلاصي، كيبقى السكر على حسب الذوق ديالكم كيفاش بغيتو الحلاوه ديال السلو ديالكم. انا درت 4 وزدت كاس ونص ديال العسل. العسل اللي استعملت انا هو العسل ديال النحل، نتوما استعملوا اي عسل متوفر عندكم، ولكن بالنسبه لي العسل ديال النحل كيجي احسن وافضل في سلو. بالنسبه للمكونات غتلقاوها بالتدقيق اسفل الفيديو. هنا زدت نص كيلو ديال الزبده اللي غليتها مزيان حتى نشفت من الماء ديالها. هكذا الزبده الى نشفت لكم مزيان من الماء ما غاديش تخلي لكم السلو يغمل لكم ويصبر معكم اطول مده ممكنه. هنا راني نقسم كميه المكونات اللي درت معكم غير باش نوريكم الطريقه والمكونات. من الاحسن تستعملوا شي حاجه واسعه باش تدلكوا فيها سلو على خاطركم. هنا استعملت 2 كيسان ديال زيت العود وكاس ديال الزيت اللي قليت فيها اللوز. انا استعملت زيت نوار الشمس صافي. وهنا استعملت بانيو ودلكت مزيان. السلو كيبغي يدلك مزيان باش يطلق الزيت ديالو. اخر حاجه ضفت زلافه ديال اللوز اللي مقلي، كنخليه بحال هكذا وكنضيفه في الاخير باش يعطي القرمشه، وكتحتفظوا بواحد الكميه للتزيين. صافي كنخلط كلشي مزيان وكنقدموا السلو ديالنا كيجي على هذا الشكل. كيجي شويه مرمل، حنا ما كنديروش معجن بزاف. كيعجبنا بهذه الطريقه. كل واحد وكيفاش كيعجبو السلو، كاين اللي كيعجبو معجن وكاين اللي كيعجبو شويه يكون مرمل. بالصحه والراحه، وما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعليقات.